المنتخب الوطني من بعد ما عرف استقرار على جميع المستويات منذ 4 سنوات تقريبا، لكن كل شيء تغير بعد الإخفاق وليد الركراكي في كأس إفريقيا، بحيث كثرت الإشاعات على شكون هو الناخب الوطني الجديد، خصوصا أن المنتخب الوطني مقبل على تحديات مهمة. الجامعة الملكية لكرة القدم خرجت بتصريح على موقع الرسمي لنفات فيه ارتباط بأي مدرب لحد الساعة، لكن في نفس الوقت ما بينات على تشبتها بوليد الركراكي. يقال أن هنالك خلاف مادي بين الطرفين هو اللي خلى الإقالة المدرب ما تتمش لحد الآن. أكيد أن أيام قليلة المقبلة غنعرفوا هوية الناخب الوطني الجديد، لا سيما أن المنتخب الوطني مقبل على مقابلتين وديتين في آخر الشهر ضد منتخب الإكوادور والباراغواي، وبقات فقط 3 أشهر على انطلاق المونديال. الناخب الوطني الجديد غيكون أمام تحدي صعب في اختيار المجموعة اللي غتمشي للمونديال، خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية اللي كيعيشها المنتخب. مجموعة من اللاعبين سالات الصلاحية ديالهم أو كيعيشوا فترة صعيبة مع الأندية اللي كيلعبوا معاها، من غير حراسة المرمى اللي ما عندناش فيها المشكل مع ثبات أداء ياسين بونو، فجميع الخطوط كتعاني وخاصة ضروري ضخ دماء جديدة. فإلا شفنا بوست لاك سنترال، نايف أكرد كيعيش فترة صعيبة مع نادي مارسيليا، أداء ديالو في تراجع منذ كأس إفريقيا، بحيث تلقى انتقادات كبيرة من الصحف والجماهير الفرنسية، لكن أكرد كيبقى مدافع كبير وعنده النضج الكروي الكافي في التعامل مع هذه التحديات، بحيث ديشا عاش هذه المرحلة مع نادي ويست هام وقدر يرجع للمستوى ديالو، عكس ادم ماسينا والجواد لياميق اللي بالنسبة لي صافي ما بقى لهم ما يضيفوا للمنتخب. ماسينا حاليا بدون فريق بعد ما فسخ العقد ديالو مع نادي تورينو، وجواد لياميق اللي هضرنا عليه سابقا وقلنا باللي هو السبب الهدف اللي تمرك علينا في النهائي، لاعب اللي ثقيل وضعيف بزاف فنيا وتكتيكيا. اكيد في التجمع القادم غنشوفوا وجوه جديدة في هذا المركز كاسماعيل باعوف المتألق مع نادي غامبور الهولندي هذا الموسم، واعطاء فرصة لحميد ايت بودلال اللي ولا كيلعب كاساسي مع نادي ريال الفرنسي، واشرف حكيمي اللي كيعيش هو الاخر فترة صعيبة مع نادي باريس سان جيرمان. صراحة ما فهمتش الصحافة الفرنسية كتحاول تهرس النجم ديالنا، فكل مرة كتعطى ليها الفرصة كيتم استدعائه الى تحقيق في قضية اغتصاب اللي هو بعيد عليها كل البعد. صراحة الاسد ديالنا نجم كبير وخاصو يغير الاجواء في اقرب وقت ممكن. وفي الظهير الايسر نصير المزراوي اللي فقد الرسمية ديالو مع نادي مانشستر يونايتد بعد ما تولى كاريق قيادة الفريق، لكن كيبقى لاعب اللي لا غنى عنه في المنتخب المغربي، لاعب اللي بوليفالو ما شاء الله وكيلعب في اي مركز في خط الدفاع وكيخرج ماتش مزيان. وانا صلاح الدين اللي بدا كيرجع المنافسة شوية بشوية بعد الاصابة اللي تعرض لها مع المنتخب الوطني في كاس افريقيا. بعد توالي المباريات اكيد غيشد الريتم وغيرجع للمستوى ديالو. بالنسبة لخط الوسط اللي فيه مشكل كبير بعد الاصابة الخطيرة اللي تعرض لها تيرغالين وسفيان امراباط، واللي غتبعدهم لمدة طويلة على الميادين، وعدم المشاركة نائل العناوي كاساسي مع نادي ايس روما الايطالي، لكن كنتفائلوا خيرا بعد العودة اللي متميز جدا مع نادي بي اس في، فكل اسبوع كيسجل او كيعطي اسيست، عكس مع المنتخب الوطني في الكان اللي الاداء ديالو كان متواضع، لكن هادشي كيرجع لتوظيفه من طرف المدرب كجناح ايسر. المنافسة غادي تكون طالعة بزاف، لا سيما كاينه هضره على اسماء جديده اللي متالقه مع الانديه ديالها كايوب بوعدي لاعب نادي ليل الفرنسي، وسمير مرابط لاعب نادي ستراسبورغ الفرنسي. الجامعه الملكيه كدير مجهودات كبيره من اجل تغيير الجنسيه ديالهم الرياضيه. بالنسبه لخط الهجوم اللي فيه عبد الصمد الزلزولي اللي متالق بشكل لافت مع نادي ريال بيتيس ومرشح للانتقال الى الدوري الانجليزي، ويوسف النصيري اللي بصم على بدايه قويه وموفقه مع نادي الاتحاد السعودي، شويه بشويه غير رجع الفورما بالرغم من اختيار لدوري فيه تنافسيه ضعيفه، في حين كان عنده عروض قويه اهمها نادي جوفونتيس الايطالي. وايوب الكعبي اللي كيمر من فتره فراغ بحيث تسجيل هدف وحيد من دون نهائيات كاس افريقيا. والياس اخوماش اللي متالق وكيلعب بشكل رسمي مع ناديه الجديد ريو فايكانو. واخيرا ابراهيم دياز اللي كيعاني في كرسي الاحتياط مع المدرب الجديد الفارو اربيلوا اللي كيفضل عليه التركي اردا جولر بالرغم من التالق ديالو في اي مباراه اللي كتعطى ليه الفرصه. على العموم تشكيله المنتخب الوطني غتعرف تغيرات مهمه في مجموعه من المراكز بعد تولي الناخب الوطني الجديد. المهمه ديالو غتكون صعيبه ولكن ليست مستحيله، وان شاء الله غيخلق الانسجام والتناغم بين الخطوط ونعاودوا نشوفوا ملحمه قطر ان شاء الله. حتى لهنا جينا لنهايه هذا المقطع، نتمنى انك تكون دعمتي القناه. كان معكم سيمو، تهلا.